السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير. وصفة النهاردة بقى مش وصفة غدا، احنا هنعمل كيكة باردة بمناسبة الحر الفظيع ده. حبيت ارطب كده على الاولاد ونسهر سهرة حلوة، فحبيت من بدري كده اعمل لهم حاجة ترطب عليهم، وبما ان هم بيحبوا الجيلي هعمل معاكم كيكة جيلي حلوة قوي. اول حاجة كده على البارد كده جبت كسرولة حطيت فيها 3 كوبايات من الحليب، ضفت عليهم برضو 3 معالق من النشا، بس ممسوحين مش مليانين قوي علشان ما تبقاش تقيلة معانا قوي. هحط عليها كمان السكر، والسكر حسب الرغبة. احنا هنحط جيلي فممكن ايه تعدبوا شوية فيها، وممكن تكتروا مثلا السكر في الجيلي او تظبطوا في الجيلي، او لو حابينها مسكرة ممكن تخلوها برضو بيبقى طعمها حلو قوي، ان انتوا تخلوا السكر بتاعها مظبوط. فالسكر هنا حسب رغبتكم. حطيت كمان ظرف من الفانيليا، وهقلب بقى لغاية ايه ما كل ده على البارد كده قبل ما احطها على النار، علشان كل ده يتجانس مع بعضه، عشان النشا خلاص رقت تحت كده، فلازم يتقلب كويس في الحليب علشان يفك كده وما يدينيش كلكعه لما احطه على النار. وهحطه بقى على نار هاديه لحد ما يستوي معايا تماما زي ما انتوا شايفينه كده. وده بيكون قوام المهلبيه اللي عملناها. وطبعا احنا عارفين ان هي لسه لما تدخل التلاجة هتمسك شويه وهتتقل شويه كمان، فما تقلوهاش قوي، حتى لو حسيت انها تقلت معاكي خففي بشويه من الحليب. انا حطيت بقى في الصينيه الصغيره دي، ويعني انا عملتها وكان يعني الافضل ان انا احط في صينيه اكبر من كده، لان مقدار الجيلي اللي انا حطيته كان اكبر من الصينيه دي، فحاولوا دي 24، فحاولوا لو عملتوا المقدار اللي انا عملته ده تخلوه في صينيه اكبر من كده هيديكوا نتيجه روعه. ضفت بقى المهلبيه بتاعتي في الصينيه، وهسيبها لحد ما تبرد تماما، يعني انا مش هستخدمها دلوقتي، بس هسيبها بقى لغايه ما تبرد تماما كده. اول ما تهدى وتبرد هحطها في التلاجة علشان ما ادخلهاش التلاجة وهي سخنة وتعمل لي مية فيها، انا مش عايزة المية دي. انا هسيبها لغاية ما تبرد معايا بعد ما اسويها كده، بعد ما تبرد خالص هدخلها التلاجة لغاية ما اكمل بقية الوصفة. من وقت للتاني كده عايزين نفرح اولادنا بحاجة حلوة. احنا عارفين كلنا ان الفترة اللي فاتت كلها كانت فترة امتحانات، وكان في ضغط نفسي على طبعا اولادنا وعلى الاهالي كمان. الاهالي دايما هم اللي بيمتحنوا قبل الاولاد، يعني الضغط بيبقى على الاهالي اكتر من الاولاد كمان. ربنا ينجحهم يا رب ويساعدهم كمان. فحبيت بقى ان انا اعمل لهم كيكة باردة كده تناسب الحر ده. كده خلاص الكيكة بتاعتي سبتها بقى لغاية ما تبرد وهدخلها في التلاجة. بعد ما دخلت الكيكة في التلاجة عندي بقى الجيلي، اي نوع جيلي تفضلوه. والافضل كان بالفراوله صراحه، لان الجيلي ده حسيت ان هو خفيف شويه. انا حطيت 3 اظرف من الجيلي، يعني هما 2 كانوا حلوين قوي على الصينيه دي. يعني اللي عنده الصينيه بتاعتي دي المقاس الصغير ده يعمل باكوين 2 بس، لان انا اتفضل معايا كمان. وحطيتهم في الاطباق صغيره، بس طبعا ما لحقتش ان انا اصورهم لان الاولاد كانوا اكلوهم قبل ما اصور اي حاجه. فانا حطيت 3 اظرف من الجيلي، اي نوع جيلي بتفضلوه جربوه. طبعا حطيت عليهم دول 3 كوبايات ميه سخنين، انا كنت غلياهم زي ما انتم شايفين في الكاتل كده. هحط عليهم كمان السكر، والسكر ده برضو على حسب رغبتكم، على قد ما بتحبوا من الحاجه مسكره زودهم، او بتحبوها عدبه قللهم، دي حسب ذوقكم انتم. انا حطيت بس 3 معالق من الجيلي، هو الجيلي اصلا بيبقى فيه تسكيره، لان بيبقى فيه اصلا سكر مع الجيلاتين بتاعه. فطبعا انا حطيت عليهم 3 لان انا لسه هضيف كمان من الميه، وكان طعمه حلو برضو. فانا زي ما قلت لكم زودوا او تقللوا في السكر، دي حاجه راجعه لكم انتم. انا حطيت بقى عليهم السكر وقلبتهم علشان يدوبوا مع بعض بالشكل ده. هبدأ ان انا اضيف عليهم بقى المية الباردة. حطينا الاول 3 كوبايات من المية السخنة، هضيف كوبايتين 2 من المية الباردة. وكانت هنا خلاص المهلبية بتاعتي كانت بردت تماما زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا افرغ بايديا كده، علشان المهلبية بتاعتي لما اضيف الجيل يبقى سهل ان هو ينزل فيها. فهضيف بصوابعي كده بالراحة، هبدأ ان انا افتح بس كده بالراحة علشان ما نقطعهاش معانا. احنا بنفكها بس منها، وهي طبعا لما بتبرد المهلبية بتتفك معانا بسهولة. هنجيب بقى الجيلي وهنضيفه زي ما قلت لكم. كمية الجيلي عندي كانت كبيرة قوي على الصينية دي، فانا قلت لكم لو هتعملوا الصينية دي، لو حد عنده الصينية دي ممكن يخفف يخليها باكوين جيلي بس، او لو هتعملهم في صينية اكبر يبقى هتحطوا الكمية كلها. بدأت ان انا اجيب المعلقة وان انا افرغ كده علشان الجيلي ينزل لتحت.
مجرد بس ان انا ما سيبت مكان كده وبدأت ان انا ارفع بالراحة طبعا علشان ما تتقطعش معانا، هي بتبقى بكل سهولة بدأت انها تترفع معايا لفوق، والجلي كله هو اللي هيثبت لتحت. يعني انتوا هتشوفوها دلوقتي ساعة ما رفعت كده هتلاقوا ان المهلبية بتاعتي طلعت هي على الوش كلها، والجيلي هو اللي رقد بس تحت. هضيف بقى عليهم باقي الجيلي كده علشان املي بيها الصينيه. وطبعا انا نسيت اقول لكم ان الجيلي ده بيبرد كمان، ما نحطهوش وهو سخن. لو حطيناه وهو سخن هيفتفت كده في المهلبيه اللي احنا حطيناه. احنا طبعا بعد ما بنحط الكوبايتين الميه الساقعين بيبقى دافي، هنسيبه شويه لغايه ما يبرد. بعد كده بنحطه، شايفين بقت عايمه كده في الجيلي. طبعا لما هنسيبه بقى ويبرد في التلاجة تماما، او ممكن تحطوه كمان لو مستعجلين في الفريزر عشان يمسك، هتلاقوا ان المهلبية طبعا ماسكة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، جميلة جدا. وهبدأ بقى ان انا هخرجها وهتخرج ان شاء الله بسهولة. لو حسيتي ان هي هتتبهدل معاكي او ان انت مش عارفة تفكيها، ممكن تجيبي اي صينية عندك وشوية مية مغليين وتحطيهم، وتحطي الصينية دي فيها في المية المغلية كده، هتخلي الجيلي من تحت يفك، ولما تيجي تقلبيها هتفك معاكي بكل سهولة زي ما انتوا شايفينها كده. انا بصراحة ما احتاجتش ان انا اعمل الخطوة دي لانها نزلت معايا على طول. مجرد بس ما فككتها كده بالسكينة طلعت معايا ونزلت معايا على طول. حبيت بقى ان انا ادلعهم شوية واظبط لهم السهرة بتاعتنا. ده اولادي بيحبوا البونبوني ده حلو قوي اللي هو التوفي ده. حبيت ان انا كان عندي الاكياس دي منها فضيتهم كده زي ما انتوا شايفين. ده بالفواكه، كان عندي واحد كمان بالشوكولاتة فضيته برضو. حبيت ان انا ادلعهم كده او اصالحهم، ما تعرفوش يعني انتوا عارفين الاولاد بتبقى يعني مضغوطين معانا. لما الام بيكون مزاجها كويس وبتكون الظروف كويسة، طبعا الاولاد بيبقوا مبسوطين وحلوين قوي. لما تكون بقى الام مثلا عصبية او في حاجة مضايقاها، احنا كل الامهات كده على فكرة، ان احنا لما بنتعصب او في حاجة بتبقى مضايقانا بنتعصب وبيأثر على اولادنا. يعني مفيش غير اولادنا بس هم اللي بيشيلوا الليلة زي ما بيقولوا كده. اول ما بنتعصب بنتعصب عليهم احنا، هنطلع الطاقة السلبية اللي دينا فين؟ ممكن نكلمهم بطريقة مش كويسة، ممكن نزعق غصب عننا اي حاجة. فطبعا حبيت ان انا اصالحهم بقى، لان الواحد يعني كانت اعصابه مشدودة شوية، فحبيت ان انا ادلعهم شوية واصالحهم معايا وادلع نفسي كمان معاهم. مش حرام يعني ان الواحد يسهر مع اولاده كده ويدلع نفسه معاهم ويبسط نفسه. يعني لما تلاقوا اي فرصة ان احنا نبسط نفسنا بيها، طبعا ما تترددوش وابسطوا نفسكم باقل الامكانيات او بكل الامكانيات اللي عندكم متاحة. ابسطوا نفسكم بيها، ما تسيبوش الزعل ياخد وقت قوي مننا كده او يأثر علينا او يأثر على اولادنا. كل ده احنا اللي بندفع نتيجته بعد كده من صحتنا ومن اولادنا. لما بيشيلوا كمان معانا بنكبر الاولاد قوي عن اوانهم، لا احنا خليهم يعيشوا حياتهم، واحنا كمان نكبر دماغنا شوية كده ونعيش حياتنا مبسوطين معاهم. يمكن الفيديو حبيت ان انا اقدمه من باب البهجة كده، او من باب ان انا مثلا اقول الكلمتين دول، ان الواحد يبقى سعيد، يدور على السعادة بأقل الإمكانيات. دوروا على السعادة بأقل الإمكانيات. ده عنوان فيديو النهاردة، ان احنا ندور على السعادة بتاعتنا، ناخد أولادنا في حضننا بأقل الإمكانيات. حبيت ان انا اقول الكلمتين دول بس. وده طبعا ما يمنعش ان الكيكة اللي عملناها الباردة دي كانت حلوة قوي. وجربوها كمان بالفراولة. بالفراولة هتبقى أطعم بكتير، لأن طعم الفراولة بيبقى قوي فيها. وكمان الجيلاتين في الفراولة حاساه ان هو بيبقى بيشد فيه جيلي الفراولة عن جيلي المانجا. حاسه جيلي المانجا بيبقى خفيف هو وجيلي المشمش وكمان جيلي الاناناس. فجربوها حلوه قوي. انا قطعت منها بقى، بس انتوا عارفين علشان الجيلي ماسك في بعضه انا تهت كده في التقطيعه. فبدات ان انا اجيب طبعا بقى الماسك كده اللي انا هشيل بيه، وجبت السكينه عشان احدد بالظبط انا قطعت فين الجنب التاني علشان ما بهدلهاش. طبعا علشان انا بوريها لكم تطلع مظبوطه كده وتشوفوها وهي مظبوطه طالعه ازاي. حاجة باردة كده ندلع أولادنا بيها. مش شرط نعمل الكيكة دي، ممكن كمان نعمل الأطباق مهلبية وفوقها جيلي، بتبقى حلوة قوي. أنا أكتر الأوقات بعملها كده. أنا حبيت إن أنا أعملها من باب التغيير، لكن أكتر الأوقات ببقى عاملة المهلبية أو الكاستر أحطها الأول في الأطباق، وبعد كده بحط الطبقة التانية جيلي عليها. بتبقى برضو حلوة قوي والعيال بيفرحوا بيها قوي. أي حاجة فيها جيلي الأولاد بيبقوا فرحانين بيها جدا.
يا رب ما اكونش ضيفة تقيلة عليكم او اكون رغيت معاكم كتير، ويا رب الفيديو كمان يكون عجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس والقناة تتشاف. واللي لسه مشتركش في القناة ينزل بسرعة ويضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل عشان تجيله اشعارات بوصفاتي. والسلام عليكم.